نفديك يا شهيد بالله. 10 سنوات في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي و4 أخرى تبقت في طريقه لإبصار الحرية. الشهيد الأسير فادي الدربي 30 عاما من جنين أصابه نزيف دماغي بداية الأسبوع المنصرم في سجن ريمون الاحتلالي، فعاد إلى جنين محمولا على الأكتاف. عمره ما شكى من إشي، الحمد لله رب العالمين، عمره ما شكى من أي إشي. فادي عمره ما شكى، حتى لو كان متضايق لما أروح عندهم ما كان يبين لي، فادي كان ضحكه ولعبه ومزحه، ومع أصحابه مع أخوته اللي بالسجن كان هو وياهم أكثر من يعني. والله عمره ما شكى من إشي يا خالتي فادي. الله يرضى عليه قد ما تعبت عليه، الله يرضى عليه عدد السنوات اللي مشيتين ورحت عليه يا خالتي. الحمد لله، الله يرضى عليه، الحمد لله. آلاف المواطنين شيعوا جثمان الشهيد الأسير الدربي في شوارع جنين. عشرات المسلحين من كتائب شهداء الأقصى أطلقوا النار في الهواء. الشهيد الدربي اعتقله الاحتلال بذريعة انتمائه لكتائب الأقصى. الكتائب في مقابلة خاصة بفضائية معا أعلنوا النفير العام وتوعدوا بالانتقام من الاحتلال. إن الكتائب تعلن حالة النفير العام في كوادرها، وتؤكد على أنها في حل من التهدئة والاتفاقيات، وستقوم بتنفيذ عمليات ضد الكيان المحتل ردا على استمرار جرائمه. تبارك الكتائب صمود أهلنا في بيت المقدس والداخل المحتل والضفة وغزة والشتات، وتدعو جماهير شعبنا العظيم إلى تصعيد الفعاليات لمواجهة هذا الاحتلال. مراسم عسكرية حملت الشهيد الأسير الدربي إلى مثواه الأخير لوار الثرى في مقبرة جنين الشرقية. غضب في أوساط الجماهير ووعودات رسمية بمعاقبة الاحتلال على إهماله الطبي بحق الأسرى من خلال إحالة ملف استشهاد الدربي للجنايات الدولية. سوف نلاحق المسؤولين الإسرائيليين وأطباء إدارة السجون على هذه الجرائم البشعة التي ترتكب بحق أسرى. إذا كان هناك من وفاء للشهيد فادي علينا أن نعمل من أجل إنقاذ حياة الأسرى، إطلاق سراحهم، وقف سياسة القتل والموت البطيء والإعدامات غير المباشرة بحق الأسرى في السجون. إن ظن العدو الإسرائيلي أنه يعتقد بهذه التصرفات وبهذه الأمور وسيقصر من عزيمة شعبنا هو واهم. هذا الأمور سوف تزيد هذا الشعب صلابة، سوف تزيده إصرارا على تحرير أرضه. وبين الغضب على استشهاد الدربي والمطالبة بالانتقام لدماء الشهداء ومساعي الجهات المعنية لتعلية إجراءات الاحتلال التعسفية بحق الأسرى، يطرح الشهيد الدربي باستشهاده تساؤلات حول واقع الإهمال الطبي بسجون الاحتلال ودور المنظمات الدولية في متابعة أوضاع الأسرى. هكذا الشهيد الأسير فادي الدربي، فارس ترجل من الأسر إلى الشهادة، فغضب رفاق دربه وحزن ضوءه والحركة الأسيرة، ليبقى ملف الإهمال الطبي بحق الأسرى بحاجة لتحرك دولي للحفاظ على أرواحهم. لفضائية معا إيهاب ضميري، جنين.